حنان ترك كانت مرات طلعت زكريا، وعادل إمام كان هيعمل دور الريس وقال على انسحابه طلعت زكريا. مش عارف كان بيستغل الفيلم وشغل زمايله في البروباجندا لنفسه ولا ايه. أزمات كتير واجهها طباخ الريس لحد ما طلع للنور. على الرغم من النجاح الكبير اللي حققه فيلم طباخ الريس للراحل طلعت زكريا، إلا إنه واجه أزمات كبيرة قبل بداية تصويره. طبعا كونه أول فيلم مصري بيحكي عن كواليس الرئاسة وحياة الرئيس. وصحيح الفيلم محققش النجاح المطلوب من ناحية الماديات، خاصة على شباك التذاكر في السينما، لكنه حقق نجاح جماهيري كبير بعد عرضه على شاشات التلفزيون، ولحد دلوقتي يعتبر واحد من أهم الأفلام اللي المصريين مهتمين يشوفوها كل ما بتتعرض. لكن الفيلم مر بأزمات كتير، أبرزها مشكلة عادل إمام اللي بعدها قرر طلعت زكريا ما يشتغلش معاه مرة تانية مهما حصل. طلعت زكريا قال إن ما كانش حد كلم عادل إمام، وشاف الفيلم عند عمرو عرفة، طلب يقرأه وفعلا أخده. وبعد أسبوع اتفاجئ الكل بيه بيتصل ببرنامج البيت بيتك وبيعلن مشاركته في الفيلم، رغم إن دوره صغير، ووافق إن يكون اسمه بعد اسم طلعت زكريا إيمانا بالوقوف جنب الموهوبين اللي بيدوروا على فرصة. لكن اتفاجئ بعد كده إنه بيعتذر عن الفيلم. وطبعا الفترة دي الدنيا كلها كانت بتتكلم عن عادل إمام اللي هيعمل دور حسني مبارك، وفضل السؤال هو عادل إمام كان بيعمل دعاية لنفسه على حساب العمل ولا ايه. وطلعت زكريا في حوار برضو ليه قال ان عادل امام طلب انه يعدل على الورق، وانه يكبر الدور ويخليه هو محور الفيلم، وانه يتباع باسمه. وطبعا ده اللي رفضه طلعت زكريا، لأن الفيلم معمول له وما ينفعش يحصل معاه كده. وقبل عادل إمام اتكلم عمرو عرفة مع الفنان رياض الخولي اللي وافق يعمل الفيلم، لكن لما عادل إمام دخل نفسه على الخط انسحب الخولي من العمل. وبعدها طلبوا من محمود عبد العزيز يعمل الدور، وعجبه جدا وشاف إنه محوري وبيتقاسم البطولة مع طلعت زكريا. لكن بعدين اعتذر وقال زكريا إن ده كان بسبب الخوف من شخصية الرئيس، لأنه ما يصحش تكون كوميدية وتضحك الناس. وطبعا كل ده كان في وقت مخرج العمل عمرو عرفة قبل ما يعتذر هو كمان عن الفيلم ويدوه للمخرج سعيد حامد اللي رشح الفنان خالد زكي للدور، واللي قدمه بالفعل وكان واحد من أهم الأدوار اللي قدمها في حياته. الأزمة ما كانتش في دور الرئيس بس، كمان دور زوج الطباخ الريس مر بشوية أزمات واعتذارات. الدور في البداية كان متقدم لحنان ترك واللي وافقت عليه فعلا، لكن أزمة تعطيل التصوير من الوقت للتاني خلتها اعتذرت، وبعدين رشحوا الفنانة نيللي كريم وبرضه وافقت. وطبعا حصل تعطيل في التصوير واعتذرت، بس المرة دي عشان كانت حامل فما كانتش هتقدر تكمل. وبعد وقت الدور راح لنجمة العمل داليا مصطفى، واللي كانت راجعة بعد فترة غياب بسبب جوازها من الفنان شريف سلامة. وفكرة طباخ الريس جات لطلعت زكريا بعد عرض السفارة في العمارة، وقال انه بعد ما شافه هي دي الافلام ولا بلاش. وبما ان مؤلف الفيلم يوسف معاطي صاحبه من 20 سنة، ليه ما يعملوش حاجة زي كده؟ حضر له مفاجأة وراح له على القهوة اللي بيقعد عليها وطلب منه يكتب له فيلم. لكن رد يوسف معاطي فاجئه، قال له يا عم انت بتاع حاحة والحاجات دي، انا راجل بتاع سياسة. المهم طلعت زكريا أقنعه، وهم قاعدين دخل راجل كده شبه طلعت زكريا وسلم عليهم. وبعد ما مشي يوسف معاطي قال له عارف مين ده؟ ده طباخ الريس. وفورا قال له حلو قوي، هي دي الفكرة. وبعد 15 يوم بالظبط طباخ الريس كان جاهز. بعد الفيلم ده دخل الفنان طلعت زكريا في غيبوبة طويلة. لما تعافى منها قابل حسني مبارك، ومبارك وقتها شكره على الفيلم وعبر عن إعجابه الشديد بيه، وعرض عليه زكريا يعمل الجزء التاني، والرئيس وافق واداله الإذن. لكن للأسف كان للقدر رأي تاني، ورحل طلعت زكريا عن عالمنا قبل ما ينفذ الجزء التاني.